مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: موجة حر تضرب المغرب قبل قليل. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. قال رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسيني عابد إن الأحوال الجوية ستعرف موجة حر إلى غاية نهاية الأسبوع، بعد تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة عن متوسط المعدل المسجل خلال بداية شهر مارس الجاري. وأوضح يعابد أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيسجل بالمناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى، على أن تستمر هذه الحالة الجوية موجة الحر إلى غاية نهاية هذا الأسبوع بسبب مرور مرتفع جوي جعل السماء صافية خلال النهار مع بروز إشعاع يشبه الذي يكون خلال فصل الصيف. وشرح المتحدث أن هذا المرتفع الجوي أدى إلى الانتقال من كتلة هوائية باردة إلى كتلة هوائية دافئة، وهو ما سيجعل درجة الحرارة خلال النهار مرتفعة ببعض أرجاء المملكة. ويرتقب بحسب المعطيات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية الوسطى، مع تشكل كتل ضبابية وضباب بالسهول الشمالية والوسطى ومحليا شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية. وينتظر هبوب رياح محلية قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، بينما يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 3 و 8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 5 إلى 10 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، بينما ستتراوح درجة الحرارة الدنيا بأقصى جنوب المملكة ما بين 16 و 23 درجة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.